عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. جايبه لكم النهارده تركيبه خطيره، برفان انثوي ريحته حلو جدا جدا، بس محدش يشيلني ذنبه ويستخدمه بره البيت. لو سمحتوا استخدموه في البيت. تمام، ريحته حلوه جدا، حاجه كده هاديه كده، يعني تحس ان هو ايه، عارفين الكاندي؟ عامل زي الكاندي كده، حاجه حلوه كده، ريحتها جميله جدا وهاديه جدا 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 جدا. ريحه حلوه، برفان انثوي ريحته حلوه قوي. هقول لك على اسم التركيبه وتروحي تعمليها عند اي حد بتاع تركيبات بتاع برفانات. تمام، وهقول لك برده سعرها انا عاملاها بكام. اول حاجه هنتكلم عن التركيبه دي، وهي اللي انا عامله الفيديو عشانها النهارده. ده انا استخدمت بس الحبه دول، بجد رشه منها ريحتها حلوه جدا، بتخلي ريحه المكان كله حلو. ولو حد شماها عليكي بيسألك على طول انت حاطه برفان ايه، او ايه نوع البرفان اللي انت حاطاه. هتروحي عند بتاع الريحه بتاع البرفانات وتقولي له انا عايزه بربري هير ومسك رمان. تركيبه بربري هير ومسك رمان. هو عمل لي التركيبه دي، الازازه دي كانت ب 200 جنيه. طبعا تقدري تعملي ب 300 ب 400 ب 500 ب 100 على حسب ما بتعملي، بتبتدي من 80 وانت طالعه. وكل طبعا ما بتعلي في السعر بيكون التركيز اعلى. تمام، عملتها حلوه قوي قوي. بربري هير اصلا لوحدها تحفه، بربري هير لوحدها تحفه، بس ما بنحط عليها مسك الرمان بيخليها خطيره جدا جدا. هتروحي تقولي له انا عايزه تركيبه بربري هير ومسك رمان مع بعض، بس انا مش مسؤوله عن اي حد يستخدمها بره البيت عشان ما يبقاش حرام عليا. حطيها في البيت، عطر انثوي رهيب جدا جدا جدا. تمام، دي بقى بص انا مخلصه نصها. دي المفروض ان هو كان كاتب لي عليها اسمها مش باين اصلا ومش واضح اسمها. بس التركيبه دي حاجه عامله، انتوا عارفين الفانيليا؟ حاجه كده هاديه، عامله زي الفانيليا كده، ريحتها هادي وفي نفس الوقت ملفته. اللي هو مثلا لو انت حطيتيها وخرجتي بيسالوكي مثلا ايه الريحه دي، الريحه دي غريبه، يعني بتبقى ريحتك غريبه بس في نفس الوقت هاديه جدا جدا جدا، بس ريحتها ملفته. بقيت احط دي في البيت، ما بقتش بحطها وانا خارجه خالص. ودي برده بحطها في البيت، بحطها في البيت لما باجي اخرج وببقى لابسه لبسي، بحس ان انا ريحتي من الريحه اللي انا رشاها في البيت. فاهمين؟ بس بجد الاتنين حلوين جدا. دي انا لحد دلوقتي مش عارفه اسمها، بس خطيره بجد. ودي بس اللي انا عارفه اسمها، لان دي اللي انا رحت عملتها من نفسي، انا اللي رحت طلبتها منه. فقلت له اعملي بربري هير ومسك رمان. دي بقى كانت معموله، هو بتاع محل البرفانات هو اللي قال لي على الاختيار ده، وقلت له اكتب لي عليها اسمها وما كتب الاسم مش واضح. بس بجد جميله جدا. مش لازم نروح نشتري علب برفانات، ازاز برفانات تكون غاليه واسعارها معديه ال1000 وال2000 جنيه، في حين ان احنا نقدر نعمل تركيبات على مزاجنا وبتبقى حلوه جدا جدا جدا. بربري هيل لوحدها بتبقى خطيره بصراحه، بس عايزه تعززيها وتخلي ريحتها اقوى وريحتها اجمل، حاجه انثويه كده تقدري تحطيها في البيت، هو بربري هيل ومسك رمان. بس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. وما تنسوش يا جماعه، انا قلت لكم ما حدش يحطها بره، اللي يعملها ما يحطهاش بره البيت عشان ما تشيلونيش ذنبكم. انا قلت لكم اهو. تمام، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط كده، اتمنى باذن الله يكون خفيف على قلبكم. ما تنسونيش في لايك، شير، اشتراك في القناه، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وعجبكم الفيديو تشجعوني بلايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.